اهلا بيكم في قناة مامي ريم وكارما. الكشري الحلو ترند جديد نازل اليومين دول وكل الناس بتتكلم عنه. في ناس حباه وعجبها طعمه وناس تانية لا، وفي ناس غيرت شوية في المكونات بتاعته وعملته بطريقة مختلفة. فانا جمعت لكم الطريقتين وهقول لكم رأيي فيهم بكل امانة وتعملوه تاني ولا لا، وايه الطعم الاقرب والشبيه ليه، مع احترامي طبعا لصاحب الفكرة واحترامي لكل البلوجرز اللي عملوه. وهي في الاول والاخر اذواق، وطبعا الاذواق بتكون مختلفة. يلا بينا نسمي الله ونبدأ الفيديو. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب لقناة مامي ريم وكارما على اليوتيوب عشان يوصل لكم اي فيديو جديد بنزله وتشوفوه قبل اي حد. اساس الكشري الحلو هو الرز بلبن، فعايزين الرز بلبن يكون مخدوم كويس ويكون طعمه في منتهى الجمال. غسلت نص كوباية من الرز وبعدين نزلت عليها بكوبايتين من المية وهرفعهم على النار. وفي حلة تانية جبت كوباية من اللبن عليها نص كوباية من المية، هحط عليها 3 معالق من النشا و3 معالق من السكر. الكوباية بتاعتي كبيرة بما يعادل كوبايتين من كوبايات الشاي العادية، فانت لو هتعمليها بكوباية الشاي تعملي كوبايتين من الدقيق عليهم كوباية مية و3 معالق من النشا. انت لو عايزة الكريمة بتاعتك تكون زي بتاعة المحل بالظبط هتعمليها بنفس طريقة البشاميل. هتحطي الزبدة وعليها الدقيق تقلبيه شوية، يعني معلقة زبدة على معلقة دقيق، تنزلي عليهم بكوبايتين من اللبن وهقلبهم كويس على البارد لحد ما يدوبوا، وبعدين ارفعهم على النار ومن وقت للتاني كده اديهم تقليبه. عندي نص كيلو من الكنافة بس انا مش هاخده كله، انا بس يا دوبك هاخد التلت بس منه. لو مجمدة عندك في الفريزر هتطلعيها تفركيها بايدك، هتبقى سهلة جدا. لو انتي لسه جايباها طازة هتقصيها بالمقص زي ما انا بعمل كده. انا مستخدمة اكبر صينية عندي بحيث اني احط الكنافة والجلاش مع بعض يتحمصوا في الفرن، بدل ما بهدل مواعين كتير يعني واجيب صينية صغيرة وصينية صغيرة تانية عشان احمرهم فيها. فلا، انا جبت اكبر صينية وهحط الاتنين فيها بحيث ان يبقى ايه سهلة عليا كده وفي نفس الوقت ما اعملش مواعين كتير. جبت برضو لفة من الجلاش نص كيلو، هاخد التلت بتاعها هقصه كده بالمقص زي ما انتوا شايفين. الوصفة دي لقد ما المكونات بتاعتها كتير ولكن انتي بتستخدمي كميات قليلة من كل حاجة. باقي لفة الجلاش برجعها زي ما كانت كده في الفريزر واطلعها استخدمها في اي حاجة بعد كده. انا نزلت معاكم وصفة للجلاش بس بدون كريمة بدون اي حاجة، كنت عاملاه شبه ام علي كده، كان طعمه تحفة في منتهى الجمال. انا متأكدة انكم لما تشوفوه هتعملوه من سهولته وطعمه. هحط لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. عايزة تفردي الجلاش رقات رقات وتدهني عليها سمنة تمام، عايزة تقصيه بالمقص كده وبعدين تحطي عليه السمنة بطريقة عشوائية بيكون اسهل. هنقصها كده بالعرض وبعدين ايه نقصرها شويه بالطول، يعني زي ما انتوا شايفين كده. رقه الجلاش هتكون طويله قوي معايا فانا بحاول اقصرها. كمان احنا بعد ما نحمرها في الفرن هنفركها كده بايدينا بحيث ان هي تبقى ايه شبه البصل كده اللي بيحطوه على الكشري. هتفركيها كده بايدك بحيث ان هي تبقى ناعمه الى حد ما. انا بفرطه كده زي ما انتوا شايفين. وجبت 5 معالق من الزبده، هحط معلقتين على الجلاش ومعلقتين على الكنافه. طبعا لو عندك سمنه عادي جدا، انا بس عشان ما عنديش سمنه وعندي زبده فاستخدمت الزبده. سيحتهم على النار وهحط معلقتين على الجلاش ومعلقتين على الكنافه، والمعلقه الاخيره هقول لكم اعمل بيها ايه دلوقتي. قلبيهم كويس في بعض بحيث ان رقات الجلاش برضو تكون كلها بعدت عن بعضها والسمنه وصلت لكل ورقه فيهم. والمعلقتين التانيين هحطهم على الكنافه واقلبها زي ما انتوا شايفين كده، واحس ان هي لو فيها حته مكلكعه ولا حاجه افرفطها بايدي زي ما انتوا شايفين كده. وبس كده هفردهم في الصينيه وهدخلهم الفرن. لو عايزه تحمريهم على عين البوتاجاز تمام مفيش مشكله، ولكن هتفضلي واقفه جنبهم واحنا عايزين نعمل حاجه سهله يعني، فهندخلهم في الفرن اسهل. اشغل عليهم من تحت ومن فوق وكل شويه اطلعهم اقلبهم كده تقليبه. وانا بعمل الجلاش والكنافه كنت كل شويه اروح ادي تقليبه كده للكريمه بتاعتي وللرز اللي على النار. الكريمه بتاعتي جهزت، هنزل عليها بمعلقه الزبده اللي قلت لكم عليها، خلوها على جنب بحيث انها تطعمها كده ويبقى طعمها غني. كمان هضيف عليها قشطه من وش اللبن كده بيديها طعم حلو جدا. عندك قشطه معلبه تمام، ما عندكيش اغلي لبن وخدي القشطه بتاعته وحطيها فيه، هيخلي طعمها غني وحلو جدا. وقلبيها كده وسيحي كله في بعضه وخليها على جنب لحد ما تبرد. هنيجي للرز بلبن بتاعي، هو اتشرب الميه بتاعته كده، انا حطيته على نار متوسطه ولا هاديه قوي ولا عاليه قوي. اول ما تشرب الميه هو كده خلاص استوى معايا، هنزل عليه بكيلو ونص من اللبن، واللبن ما يبقاش مغلي. الخطوه دي مهم جدا وده سر من اسرار المحلات. الخطوه دي مش اي حد هيقول لكم عليها. هتلاقي الوش كرمش وفي نفس الوقت القشطه اتكونت على وش اللبن كده وهي مع الرز على النار، وانتي كل شويه هتديها تقليبه كده. انا بوريكم الرغاوي دي هي القشطه اللي هتتكون بعد كده بعد ما اللبن يغلي. نفضل نقلبها بحيث ان احنا نسيحها معانا كده في الرز بلبن، تديها طعم حلو جدا.
جربوا الرز بلبن ده، انا مش بحط فيه كريم شانتيه ولا حاجه. الخطوه اللي بقول لكم عليها دي هتغنيكي عن اضافه الكريم شانتيه والقشطه المعلبه. بعدين نزلت على الرز بلبن ب6 معالق كبيره من السكر. السكر هنا مظبوط جدا، لو انتوا عايزينه مسكر قوي تمام، مش عايزينه مسكر يبقى ايه 6 معالق كده كان مظبوط جدا. وضفت عليه كيسين من الفانيليا، وجبت معلقتين نشا حطيتهم على نص كوبايه ميه وضربتهم كويس، وهنزل بيهم على الرز بلبن واديله تقليبه كده، واول ما يربط معايا خلاص هطفي النار وكده يكون جاهز معايا. اسيبه بقى لحد ما يهدى شويه. بصوا القشطه عماله تتكون على وش اللبن وانا اقلبها بحيث ان هي تدوب كده، طعمها بيكون في منتهى الجمال. جربوه بالطريقه دي وقولوا لي رايكم. كمان ما تحطيش السكر ولا الفانيليا ولا اي حاجه الا لما اللبن يغلي، يعني تحطي اللبن واول ما يغلي زودي الاضافات بتاعتك زي ما انت عايزه. انا من حين لاخر كده كنت بطلع الجلاش والكنافه بتوعي واقلبهم كده تقليبه وادخلهم الفرن تاني. انا كنت مشغله الفرن من فوق وتحت بحيث ان انا انجز نفسي. انا طلعتهم حوالي 3 مرات كده، اديهم التقليبه وادخلهم الفرن. لو متاح عندك سكر بودره هتحطيه في المرحله دي وتدخليه الفرن في المره الاخيره. طيب لو مش عندك هتستنيهم اول ما يطلعوا وتحطي عليهم معلقتين كده من الشربات وتقلبيهم وبس كده. ما تكتريش قوي بحيث ان احنا في اطعمه كتير وكل خطوه فيها سكر، فمش عايزين السكر يكون تقيل قوي فيها. انا استنيت لحد ما الرز بلبن بتاعي هدي شويه. بصوا القشطه بتتكون فيه ازاي. انا هبتدي اقلبها كده بحيث ان هي تدوب عشان الحله كلها تبقى واخده من القشطه كده، من الطعامه بطعم القشطه. احط كبشتين في كل طبق زي ما انتوا شايفين كده واسيبهم يهدوا شويه بحيث ان هو يتقل اكتر ويستحمل الطبقات اللي هحطها عليه بعد كده. انا كنت عامله كميه كبيره من الرز بلبن بحيث ان احنا ناكل رز بلبن كده على جنب بعيدا عن الوصفه دي. زي ما قلت لكم انا بجربها فمش هعمل منها كميه كبيره، لا افرض ما عجبتنيش فاعمل منها كميه صغيره وبعدين لو عجبتني اعمل بقى منها بعد كده. هقول لكم رايي في اخر الفيديو بكل امانه، وهل ممكن اعملها تاني ولا لا. كده الكنافه والجلاش جهزوا معايا، هديهم تقليبه كده واحط عليهم الشربات. انا مش عارفه المقطع ده ما اتصورش ليه. حطيت عليهم معلقتين كده من الشربات وقلبتهم فيهم كويس وفركت كده الجلاش بتاعي بحيث ان هو يبقى ناعم شويه، ما تبقاش ورقه الجلاش كده كبيره. الطبقه اللي بتكون بعد الرز بلبن على طول هي كنافه، بيحطوها بدال الشعريه اللي بتتحط على كشري الحادق. انا مستخدمه ايدي مش المعلقه بحيث ان انا انجز نفسي وفي نفس الوقت اكون متمكنه اكتر. ايدي نضيفه طبعا ومحدش غريب هياكل، يعني انا واولادي وزوجي بس اللي هناكل. حطيت الكريمه بتاعتي في كيس كده زي ما انتوا شايفين بحيث ان انا اوزعها كويس وتبقى سهله عليا. وهسوي الوش بتاعي بالمعلقه. كريمه في الكشري الحلو بتكون بديل الصلصه في الكشري الحادق. وبعدين هنحط الورد بقى اللي هو البصل اللي بيكون في الكشري الحادق، لا بيكون جلاش كده ناعم ومجروش على الوش كده. عندك بقى اي صوصات حطي. انا كان عندي حته كده من الشوكولاته حطيت عليها معلقه لبن وحته زبده وسيحتهم على النار وحطيتهم في كيس. هما سايلين قوي كده عشان كانت لسه سخنه، فانتي لو سبتيها تبرد شويه وتهدى هتتقل معاكي. في ناس مع احترامي ليهم طبعا كانوا معترضين على الرز بلبن في الكشري الحلو، فانا قلت اجربه من غيره واقول لكم رايي فيه. طبقة من الكريمة عليها طبقة من الكنافة عليها طبقة من الكريمة تاني، وحطيت موز. الموز متوفر دلوقتي وهتلاقوه في كل حتة. في نفس الوقت الموز اكتر حاجة بتكون لايقة مع الكريمة بعد المانجا طبعا. وبعدين حطيت على الموز ميكس كده ما بين الكنافة والجلاش مع بعض، وهحط عليهم طبقة من الكريمة بتاعتي واحط عليهم موز كده ازين بيه الوش، وهحط في النص طبقة من الجلاش زي ما انتوا شايفين كده. انا مش عايزه الموز بتاعي يسود، فاخدت معلقه كده من الشربات اللي حطيته على الكنافه وبقيت المع كده بيه زي ما انتوا شايفين. الموز بتاعي متودش خالص وفي نفس الوقت طعمه حلو وكان مسكر كده. يلا بقى نسمي الله واقول لكم كده رايي فيها وتعملوها ولا لا. اول حاجه هدوقها هي الطريقه الاصليه بتاعه الكشري. هو طعمه حلو وكل حاجه، انتي بتاكلي حاجه حلوه وطعم الرز بلبن طاغي عن كل الاطعمه التانية. انتي بس بتحسي بطعم قرمشه الكنافه والجلاش فيها، لكن انتي ما تعرفيش تحددي هو ايه الموجود فيها بالظبط. زي ما قلت لكم انا ههتم بمكونات الرز بلبن لان هو اللي بيكون طاغي عن كل الاطعمه التانية. فطول ما انا باكل انا حاسه بطعم الرز بلبن بس، وحاجه كده بتقرمش مع الرز بلبن. الكريمه اللي احنا حطيناها طعمها مش باين خالص في الطبق بتاعي، طعم الرز بلبن هو اللي باين مع الكنافه والجلاش كده فيه سنه قرمشه كده خفيفه، ولكن طعم الكنافه والجلاش ضايعين جدا بسبب الرز بلبن. تعالوا بقى ندوق الطبق التاني وبعدين اقول لكم تعملوه ولا لا.
وايه هي الوصفة اللي تديكي نفس طعم الكشري الحلو ده بس بدون الخطوات الكتير اللي احنا عملناها. الطبق التاني كان عبارة عن جلاش وكنافة بالمهلبية عليهم موز، يعني الطعم اللي كلنا عارفينه والمتعودين عليه، يعني مفيش فيه اي جديد. لو انت مش متعودة تحطي عليه موز او فاكهة فانت الموز والفاكهة دي الخطوة دي هي اللي بتكون جديدة بس شوية عليكي. طيب لو هنقارن ما بين الطبقين، لا الطبق اللي كان فيه رز بلبن كان احلى من الطبق ده، لان الطبق ده حلو وكل حاجة ولكن ده اللي احنا متعودين عليه فهو مفيهوش اي جديد، ده العادي اللي احنا بنعمله. لكن الطعم الجديد كان في طعم الرز بلبن مع المكونات اللي انا حطيتها دي. فلو هنقارن ما بين الطبقين، لا الطبق اللي فيه رز بلبن احلى. طيب تعملوه تاني ولا لا؟ لا ما تعملوهوش، انتوا ممكن توصلوا لنفس الطعم لو انتوا محمرين شويه كنافه وجلاش كده وحطيتوا عليهم شويه لبن وخلاص على كده هتوصلوا لنفس الطعم بدون الخطوات الكتير والتكلفه الزياده اللي ممكن تقابلكم. وبس كده نكون خلصت فيديو النهارده. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. لو استفدتم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب لقناه مامي تريم وكارما على اليوتيوب عشان يوصل لكم اي فيديو جديد بنزله وتشوفوه قبل اي حد.